السلام عليكم ومرحبا بكم في الفيديو الاول من افي ايمو اللي غادي ندويو فيه على الفرق بين السكن الاقتصادي والسكن الاجتماعي، واللي هو برنامج حطته الدولة بشراكة مع شركات العقار باش يحسنوا وضعية الطبقة الهشة. بالنسبة للطريقة ديال البني فهما كيتشابهوا، ولا نقدروا نقولوا باللي راهم بحال هاد جوج انواع المساحة ديالهم كتكون في غالب الاحيان بين 50 حتى ل 80 متر مربع. الحاجة اللي كتميز هاد انواع ديال السكن هي انهم معفيين من الضريبة، ولكن بشروط اللي خاص يحترمها الشخص اللي بغى يستافد من هذا السكن. استعمال الشقة كسكن رئيسي، الدولة كترهن هذه الشقة باش كتأكد باللي هاد السكن غادي يستعملوا الشري كسكن رئيسي. الشخص اللي بغى يستافد من الشقة سواء في السكن الاقتصادي ولا الاجتماعي ما خاصش يكون عنده شي سكن اخر، ولكن ماشي مانع يكون كيمتلك بقعة ارضية. ممنوع على اصحاب هاد الشقق انهم يكريو ولا يبيعوا الشقة ديالهم حتى تدوز 4 سنوات. في حالة ان الشاري ما احترمش هاد الشروط غادي يكون مجبر انه يخلص الضريبة على الشقة. الفرق الوحيد بين السكن الاقتصادي والاجتماعي هو الثمن، حيث السكن الاقتصادي الثمن ديالو محدد في 25 مليون، اما السكن الاجتماعي فالثمن ديالو محدد ما بين 14 و 20 مليون على حسب المساحه، وتدار في اطار الحد من دور الصفيح. الا بغيتي تشري شي شقه ما عليك غير تدخل لابليكاسيون ولا السيت ديال avito.ma واللي بغيتي غادي تلقاه. كنبغي نشكركم على التتبع ديالكم، وما تنساوش تابوناو معنا باش تفرجوا في الحلقه الجايه ديال افي ايمو.